السلام عليكم. اليوم راح نحضر معاكم فطائر في الطاجين، حجم كبير، يجوا بزاف خفاف وبنان. تبعوا الوصفة وما تنساوش تخلوا لي رأيكم في التعليقات. ونمروا لطريقة التحضير. في مقلة نحط كمية تاع الزيت، حبة بصل كبيرة، زوج سنة تاع الثوم، نغطي عليها ونخليهم يتقلوا. بعدها نضيف لهم صدر دجاج ونقليه مليح، نضيف له توابل، مغرف صغيرة من الحروق، زنجبيل، الملح، توابل الدجاج، كمون، والرشة تاع الرند، مغرف صغيرة تاع لاموتارد، حبة طوماطيس. نقليهم مليح ونروح نحضروا العجينة. عندي كاس ماء دافي، مغرف كبيرة سكر، مغرف كبيرة خميرة الخبز، نخلطهم مليح، نغطيهم ونخليهم يتفاعلوا. بعدها نضيف لهم 3 مغارف كبار تاع الزيت، نخلطهم مليح. نضيف مغرف صغيرة تاع الملح، وبعدها نبدا نضيف الفرينة. حطيت 2 كيسان وغربلوها مليح، نخلطها مليح بالفوي. وبعدها نزيد نضيف كاس ونص فرينة، والفرينة تبقى حسب النوعية. لما العجينة مليح بيدي، عجينة طرية، نغطيها ونخليها تخمر. بعد ما تضاعف الحجم تاعها وخمرت مليح، نحط الفرينة فوق بلا ونشكلها خبيزات. ونغطيهم ونخليهم يريحوا من 10 دقائق حتى 15 دقيقة. بعد ما ارتاحوا نبدأ نشكل في الفطائر. رش الفرينة فوق طاولة العمل، نحط الخبزة ونحط فوقها الفرينة ونفتحها مليح بالحلال. نحطها بجيه ونعاود نحل الزوجة. من الأحسن تحلوها فوق البابي باش تجيكم سهلة من ترفدوها وتحطوها في الطاجين. حطيت الحشو بعد ما برد في خوماج غابي ونغطيها بالخبز الزوجة يكمل الحواف. نطلق عليها بالفوخشات ونحطها مباشرة فوق الطاجين اللي كنت سخنتها من قبل، ونطيبها على نار متوسطة. انا حليتها فوق لوحة، كترت الفرينة باش ما تلصق لكمش وتهود لكم ديريكت في الطاجين. ومن الأحسن تستعملوا البابي. نكمل كامل الخبزات بنفس الطريقة، وهذا هو الشكل تاعهم بعد ما طيبتهم. نقطعها كيما البيتزا، وهذا هو الشكل النهائي للفطائر تاع نهار اليوم. نتمنى ينالوا اعجابكم وتجربوهم وتخلوا لي رايكم في التعليقات. وما تنساوش تدعموني بجيم ومتابعه للمزيد من الوصفات. جربوهم يجوا بزاف بنان. شهو حتى اللي مشي متوفره عندها صدر دجاج تستعمل فيون داشي، ولا ما كاش فيون داشي استعملوا غير تشكتوكه بصل وطوماطيس ويجوا بنان.